ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. بصوا بقى، انا جايه لكم النهارده بطريقه من الاخر. يعني بصوا، هنعمل النهارده مع بعض الرز البسمتي. بصراحه امبارح قعدت ادور كده على اليوتيوب، قلت يمكن الاقي طريقه غير الطريقه اللي انا بعملها تعجبني. بس بصراحه ما لقيتش طريقه خالص تعجبني زي ما انا بعملها، فحبيت اشارككم معايا. يلا بقى، لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وتنوروني باللايك بتاعكم الحلو دوت اللي بيدعمني وبيشجعني وبيخليني انزل لكم تاني حاجات كتير. بصوا، احنا النهارده عاملين بصل وجزر، بشرينهم او في الكبه، انا ضربهم في الكبه، وهنحط عليهم زيت. بصوا، زيت كتير يعني، تحطوا زيت. تمام. هنفضل نديهم تقليبة كده لحد ما يتشوحوا معانا او يتحمروا. بصوا، انتوا عارفين الرز البسمتي ده في ناس بتسميه رز بالخلطة، وفي ناس الكبسة. هي كبسة، هي المفروض ان هو كبسة. فانا النهارده حبيت اشارككم معايا الطريقة بتاعتي، لاني فعلا مع احترامي لكل اللي بيعمله مفيش اجمل من الطريقة دي. هو ليه كذا طريقة، بس والله 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 يا جدعان مش هتندموا على الطريقه اللي انا بقول لكم عليها ديت. البصل والجزر حاطينهم اهم معانا بيتحمروا. بعد ما يتحمروا هوريكم الخطوه اللي بعديها. انا حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم في الفيديو، مش اسجل صوتي بعد الفيديو، علشان تشوفوا ايه خطوه بخطوه الطريقه. تمام. فاحنا كده اهو البصل والجزر بعد ما يتحمروا هرجع لكم واوريكم الخطوه اللي بعديها. بصوا كده، قربت البصل والجزر يتحمر. انا حطيت زيت تاني عشان هو لازم يبقى عايم كده في الزيت، عشان احنا هنحط حاجات كتير طبعا. ف... فلازم الزيت يبقى مغطيه كده يعني. يلا بقى، لو انتوا لغايه دلوقتي لسه ما دوستوش لايك، يلا دوسوا اللايك بتاعكم الحلو دوت، واكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا بتعملوه بنفس الطريقه. اكتبوا لي في الكومنتات، ولو بتعملوه طريقه احلى من طريقتي يا ريت تعرفوهاني. بصوا خلاص، هو كده البصله اتحمرت. هبدا بقى ان انا ايه، هنزل بالطماطم بتاعتي. هديها تقليبه وارجع لكم تاني. بصوا، انا كده قلبتها. هنسيب الطماطم لحد ما يعني ايه تتسبك، اللي هي تطرى معانا. بعدين ندخل على الخطوه اللي بعدها. عايزه اقول لكم هو خطواته كتير، بس صدقوني والله الطريقه دي مش هتندموا انكم عملتوها. تمام. بص، هي قربت اهي تاخد لون. على فكره البصله مش محروقه، على فكره هي متحمره، علشان كمان الجزر فهي واخد لون غريب كده. اما البصله دي الطماطم تتسبك شويه هرجع لكم بالطريقه الثالثه. بصوا كده معايا زي ما انتوا شايفين الطماطم خلاص اللي هي طريت قوي. هندخل بقى بالمرحله الثالثه. نكون مقطعين شرايح ليمون وفلفل، بس يعني هو اللي بيبقى حلو قوي الفلفل الحراق، بس عشان في اطفال هتاكل معانا فانا اضطريت ان انا اقطع فلفل رومي وشرايح ليمون. الليمون بيتقطع بقشره. تمام. وننزل بقى بالخطوه. يلا ندي تقليبه ونرجع له. يا نهار ابيض على الريحه، يا نهار ابيض. يعني مش عارفه الريحه واصله لكم ولا مش واصله لكم، بس انا بجد عايزاكم تيجوا تشموا معايا. يا نهار ابيض بجد، ما اقولكوش يعني على الروايح التحفه. فهنديهم كده تشويحه لغايه ما الفلفل يطرى، وبعد كده ننزل بالخطوه اللي بعديها. بصوا الخطوه اللي بعديها هي هتبقى
هننزل الشوربه عليه. بصوا لو عندكم بقى شوربه فراخ، شوربه لحمه، اي شوربه هتنزلوه عليها. لو مش متوفر هتجيبوا ميه وتحطوا فيها مكعبين ماجي وتحطوا فيها كمون وفلفل اسود وبشروا طماطمايه في الميه لغايه ما هتبقى شوربه وتمام، يعني مش هتقول لا. بس انا النهارده هعمله معاكم بشوربه فراخ. بصوا معايا كده الفلفل دبل والليمون تمام. هننزل بقى بالشوربه زي ما قلت لكم. انا النهارده هعمله بشوربه فراخ. بصوا شوربه فراخ، فطبعا شوربه الفراخ فيها التوابل بتاعتها يعني، وبشره برضو الطماطمايه اللي قلت لكم عليها وكل حاجه. فانا النهارده هعمله بشوربه فراخ. هنحط بقى اللي هنزوده هنا ايه، مش هتحطوا بهارات الكبسه دلوقتي، لما الرز يتحط نبقى نحط بهارات الكبسه، انما دلوقتي مش هنحط بهارات كبسه خالص. تمام. احنا كده هنسيبها تغلي، بس هنحط لها بس مكعب ماجي بس. تمام، لان كده كده الشوربه كان فيها توابل، يعني هي كان فيها كل حاجه. فاحنا هنسيبها لما تغلي وبعد كده ارجع لكم بقى ونحط الرز واوريكم الاضافات التانية اللي احنا هنحطها. ويا رب يعجبكم ان شاء الله. هيعجبكم، دي حاجه انا واثقه منها ان هو هيعجبكم وحياة ربنا. فاول ما الميه تغلي تعالوا اوريكم الخطوه التانية. احنا بقى كده خلاص الصلصه اتعملت. حطينا الشوربه على التسبيكه، ليمون على الفلفل على كل حاجه، وحطينا مكعب ماجي، ما حطيناش اكتر من مكعب ماجي. تمام. جينا بقى لمرحله ايه، الرز اهو. طبعا الرز البسمتي فرق عن الرز العادي. جينا احنا اهو نزلنا الرز. مع مرحله الرز بقى بننزل ايه هنا، المرحله يعني اللي انا القريبه من قلبي واللي انا بعشقها، اهم اضافه في الرز البسمتي. انا بعشق الاضافه دي. تمام. زبيب والسوداني. طبعا لو عندكم اي مكسرات، يعني في عين جمل، في بندق لوز، اي مكسرات بتبقى تحفه طبعا. بس متواجد عندي دلوقتي سوداني بس، فانا هحط طبعا مع الرز. وندي تقليبه مع الرز. طبعا الرز بيبقى مغسول ومنقوع نص ساعه، مش زي الرز العادي. الرز ده لازم يتنقع، مش زي الرز العادي. كده بقى احنا خلصنا المرحله دي. ندخل في المرحله التانية، مرحله التوابل. هنا معانا بهارات كبسه، ومعانا فلفل اسود شويه صغيرين علشان الرز البسمتي ما بيعتمدش على الفلفل الاسود، بيعتمد على الكمون. وملح وكركم وكمون. كركم مش كاري، كركم مش كاري. تمام. هنحطهم بقى على البتاع. انا حاطه طبعا معلقه ملح واحده علشان الشوربه كان فيها ملح، وكنت حاطه مكعب ماجي، فعلشان ما يحدقش مني. طبعا هو بيبقى ايه حسب الرغبه. دقوه انتوا شوفوا الملح بتاعكم انتوا مظبوط ولا لا. بس وزي السوى العادي جدا، سوى الرز هيغلي هنوطي عليه، وبعد كده ارجع لكم وهو مستوي ومتقدم.